ولكن هي مجموعة من يعني الأسئلة بمثابة قنابل ينبغي أن تطرح مباشرة بعد الاحتفال وبعد التوجه. سموها حوافز، سموها حوافز، سموها دروس أحسن، سموها دروس. هذه كونوش قاسيين. أسئلة لا بد أن تطرح، ولكن نتابع الجمهور المغربي الذي تابع منتخبا يعني يقدم العطاء. كنتحدثوا على كرة القدم كأندية ما شاء الله في ظل ما حققته حتى سنة 2020 غتبقى تاريخية. اللي كتحدثوا التتويج في السنوات الأخيرة، الوداد، دوري أبطال أفريقيا، تحدثوا كذلك على كأس السوبر نضال البركاني، كتحدثوا على إنجازات في المقابل خصنا يواكبها كذلك إن شاء الله يرتفع المستوى ديال الدوري الاحترافي الوطني. وبلغ دور النصف في المونديال موقعا على دعوة التلفزة حافلة المنتخب الوطني الآن بعدما جابت شوارع مدينة سلا مرورا عبر حي السلام، الآن عبر باب المريسة ثم عبر قنطرة الحسن الثاني، التوجه مباشرة للضفة الأخرى للعاصمة الرباط. تابعنا صور خيالية، صور للتاريخ، وستتواصل الاحتفالية بصور أخرى أكثر جمالية في هذا اليوم الجميل والمشهود. أكيد. فسلا الرباط والعدوتين هي مدينة تسكنها الدولة، واليوم تستقبل المنتخب الوطني المغربي بعد هذا الإنجاز. ولاحظنا على أن الجماهير تسعى لتقديم كل ما يكون في مستوى الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي. المغربي بالطبع ديالو كيبغي يقدم أشياء رائعة، كيبغي يرد جميل، وهذا هو اللي كنشوفوه اليوم. فهذه صور تاريخية، هذه صفحة أخرى من صفحات المجد اللي كيعيشها، وهذه محطة أخرى من محطات المسيرة مستمرة، المسيرة يعني لم تتوقف، مسيرة النماء، مسيرة إنجازات، مسيرة على جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأن شغفه بالرياضة وقد تحمل مجموعة من المسؤوليات في مجال الرياضة. كان رئيسا للجنة المنظمة للألعاب المتوسطية 1983 وكانت ناجحة بكل المقاييس. المغرب أيضا عندما استقبل الألعاب العربية في 95 ثم البطولة الإفريقية لألعاب القوى، مجموعة من المحطات. فهذه أشياء رائعة. هناك الرياضة، هناك كرة قدم، ولكن من خلال هذه الجولة نطل على الشبكة الطرقية، نطل أيضا على ما يقوم به الأمن وكيف بسلاسة الآن. فخامة الصور تكفي أيها السادة والسيدات. استقبال الكبار من مملكة الكبار، استقبال الأبطال من مملكة الأبطال، حب الوطن بأجمل الرسائل من أبناء هذا الوطن. تابعوا قاسمهم المشترك، حبهم لوطنهم ولكل ما له ارتباط بهذا الوطن الغالي، حبهم للمغرب، حبهم لكل قضايا هذا الوطن، حبهم لحامي الأمة والدين أمير المؤمنين جلالة الملك. إذا الوصول لباب شالا والعاصمة الرباط تزينت هي جميلة جدا وتزداد جمالا بهذا الاستقبال التاريخي للمنتخب الوطني المغربي. هي مدينة أنوار، ولكن هذه مصابيح أخرى انضافت إلى باقي الأنوار التي تتزين بها مدينة الرباط.
هي في الحقيقة هؤلاء الشباب هم شباب أضاءوا مدينة الرباط وأضاءوا المغرب أولا بجهدهم وبمثابرتهم وبروح انتمائهم إلى هذا الوطن العزيز. فاكتب يا تاريخ هذه المشاهد الرائعة، اكتبوا يا مدونين ويا مؤرخين على أن المغرب الحمد لله شامخ وسيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن أرض الملاحم نقدم لكم واحدة من ملاحم ارتباط الشعب بالوطن، ارتباط الشعب بالملك محمد السادس نصره الله ويداه، ارتباط الشعب بكل ما له قضايا بهذا الوطن، واليوم يتجسد من خلال المنتخب الوطني المغربي في الصور كما قلنا غني عن كل تعليق. إذا الآن الوجهة شارع الحسن الثاني كما نتابع ونعيش هذه الأجواء الجميلة. قيادة الرياضي الأول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وها هو المنتخب الوطني المغربي الآن يعود من قطر ويتبختر في شوارع الرباط بالأحمر والأخضر. فالمغرب اليوم يقيم الحدث ويعيش الحدث. المغرب يقيم عرسا المغرب اليوم يقيم عرسا لأبنائه. المغرب يقيم عرسا لأبنائه بكل الطقوس وبمشاركة والرباط وبشهادة نعم. وبشهادة الشعب المغربي. نعم يقيم عرسا. وفي هذا العرس الكل في صف واحد، الكل ينادي عاش المغرب. فهذه ملحمة في الحقيقة من الملاحم التي تذكرنا بالمسيرة الخضراء، وهذه مسيرة رياضية خضراء إن شاء الله ستعطي أكلها مستقبلا بإذن الله. والبداية كانت في قطر والإشعاع كان في قطر، والانطلاقة إن شاء الله ستكون على جميع المستويات بمختلف مشارب الرياضة الوطنية كرة القدم ورياضات أخرى حتى لا نهملها، لأن حتى هي الأخرى أعطت بريقا وأعطت لمعانا للرياضة المغربية. لا ننسى مثلا رياضة ألعاب القوى وبعض الرياضات الأخرى الأولمبية التي أعطت قفزة نوعية وأعطت مؤشرا على أن الرياضة الأولمبية المغربية في الاتجاه الصحيح. كل من